السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي عاملين يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الدرس الثالث والرابع من الوحدة التاسعة. عندنا شوية كلمات مهمين جدا جدا، عايزك تركز معايا. هنقرأهم ونشرحهم وبعدين نحل شوية جمل مع بعض كده، وربنا يوفقكم ويعينكم إن شاء الله. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة، لأن تقريبا أكتر من نص المشاهدات على القناة من اشخاص مش او من مشاهدين مش مشتركين في القناه. فاشترك في القناه خاصه لو انت في تانية ثانوي، عشان هنعمل شغل جامد قوي قوي في الصيف، والسنه الجايه ان شاء الله في تالتة ثانوي هنعمل شغل عالمي ان شاء الله. ولو انت مشترك ادعمني بلايك عشان القناه توصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدا على طول. عندنا كلمه يا شباب اسمها جايب لي مجموعتين من الكلمات. عنده فورمال اللي هي رسمي، وليس فورمال يعني اقل رسمية، او يعني مش مستخدمة بشكل رسمي اوي يعني. تمام. عندي كلمة زي ينتج مثلا وينشأ، من اللي هي arise، اسمها arise. تمام. بتيجي مع حرف الجر from طبعا. تمام. الماضي منها arose، التصريف التالت arising. تمام. طب ينتج او ينشأ برضه بتيجي بمعنى come from. بالتالي معناها consequently بالتالي أو لذلك as a result. مع ذلك however مهم جدا يا شباب الكلمات دي، لكن برضو بتساوي but. تمام. يبقى however بتساوي but، ولكن however رسمية شوية، و but يعني أقل رسمية شوية. in order to لكي بتساوي so that الاتنين مهمين جدا. يؤدي إلى lead to، ويؤدي إلى برضو معناها result in. ليس فقط أو لكن أيضا not only but also. تمام. بالتالي as well as. تمام. احفظهم زي ما هما كده مهمين جدا. المفردات الهامة بقى عندي هنا benefit فائدة أو يستفيد، كارير الحياة المهنية محدد أو معين، certain جمعية خيرية زي ما أنت عارف، charity مجتمع، community خاتمة أو خلاصة، conclusion عيوب أو مساوئ، cons علاقات أو اتصالات، contacts تناقض، contrast تكاليف، costs تكاليف يعني costs أثر أو تأثير، effect ممتع، enjoyable في النهاية، eventually. تمام. يوجد exist يوضح أو يشرح، explain تعبير، expression رسمي اللي هي formal. تمام. عندي فرصة اللي هي طبعا عارفها من زمان opportunity. مدفوع الأجر أو مدفوع مش مجاني يعني paid، يلتقط أو يتناول pick up. مميزات أو مزايا pros، نفسي psychological. غرض purpose مرتبط أو متعلق related. يصلح repair. يكافئ أو مكافأة reward. يدير run. لافتة sign لوحة تزلج. skateboard متزلج أو منتزه للتزلج. skate park محدد اللي هي specific، مهمة جدا الكلمة دي specific. مناسب suitable شمسية أو مظلة. sunshade قيم أو يعني ذو قيمة. valuable قيم أو ذو قيمة. تمام. نكمل في الكلمات هنا. يكتسب أو يزداد gain يلهم اللي هي inspire. قائد leader الأغلبية. majority الصحة النفسية. mental health ضروري necessary. مرئي اللي هي visible. تطوعي volunteer أو voluntary. متطوع اللي هي volunteer يتطوع برضه هي نفس الكلمة volunteer، طبعا على حسب موقعها في الجملة تختلف الاستخدام بتاعها، هل هي noun ولا فعل. تمام. العمل التطوعي اللي هي volunteering.
الشباب youth، الشباب يعني youth. تمام. بعد ما قرأنا نحل مع بعض كده، عندنا تقريبا 28 سؤال سهلين وبساط ان شاء الله. بقول لك هنا in order to as a formal synonym of. in order to معناها لكي. تمام كده. synonym ليه يا شباب؟ order to لكي so that ولا however ولا as a result ولا consequently بالتالي مش هتنفع. تمام. consequently بالتالي مش هتنفع. تمام، لان consequently بتساوي as a result. وعندنا however دول بيساووا بعض، as a result ودول بيساووا بعض. تمام. however بتساوي but اللي هي لكن او مع ذلك، انما so that هي اللي معناها ايه in order ايه يا شباب to. hard work and time planning lead to success. العمل الجاد والتخطيط. تمام. and time planning يعني تقسيم الوقت وتخطيط الوقت lead to يؤدي إلى النجاح in a less formal style في الأسلوب الكتابي الأقل رسمية. ممكن تستبدل كلمة lead to بإيه يا شباب؟ lead to يعني يؤدي إلى arise from ينشأ من، ولا exist يوجد، ولا result in يؤدي إلى، ولا result from ينتج من. طبعا هتكون result in. تمام. بتساوي lead to معناهم الاتنين يؤدي إلى. رقم 3 بيقولك هنا many health problems come from overweight. العديد من المشاكل الصحية تنتج أو تنشأ من الزيادة في الوزن. informal style في الكتابة الرسمية. تمام. come from ممكن نستبدلها بإيه يا شباب؟ تنشأ من، طبعا اللي هي arise from زي ما احنا قرأناها الوقت. look for يبحث عن مش هتنفع. result in يؤدي إلى، و lead to برضو يؤدي إلى، مش هينفعوا الاتنين. I was very ill أنا كنت مريض جدا. I helped my mother with the housework. أنا كنت مريض جدا وساعدت مامتي في العمل المنزلي. طب هنا بيوضح لك ايه؟ ان هو كان مريض وساعدت مامتها مثلا، او ساعد مامته. تمام. يبقى هنا هتبقى ايه يا شباب؟ تناقض، لانه كان مريض ومع ذلك عمل شغل، يبقى هتبقى تناقض. consequently بالتالي مش هتنفع، لان مفيش هنا سبب ونتيجة، بالتالي ده سبب ونتيجة. however مع ذلك ممكن تنفع. as a result كنتيجة ليه مش هتنفع. so that لكي، هنا مفيش سبب ونتيجة. هنا يا شباب تناقض، هو كان تعبان مع ذلك هو أو هي ساعدت مامتها. the work we do for charity is a good thing for the whole society. العمل اللي احنا بنعمله للجمعيات الخيرية جيد جدا أو شيء طيب للمجتمعات. العمل اللي يا شباب involved مشترك او متضمن او يتضمن على كورال شعاب مرجانية، ولا paid مدفوع، ولا voluntary طبعا voluntary العمل التطوعي. طبعا في charity يبقى عمل تطوعي على طول. carelessness الإهمال. تمام. to so many dangers عايز أقول يؤدي إلى أو يقود إلى العديد من المخاطر. makes ولا causes ولا leads ولا arises. طبعا هتكون lead عشان معاها to، يبقى lead to many dangers. تمام. يؤدي إلى أو يؤدي الإهمال إلى العديد من المخاطر. so many dangers from carelessness. أنا عايز أقول العديد من المخاطر تنشأ من from مين؟ carelessness اللي هي الإهمال. تمام. يبقى arise from. I have so little free time consequently I don't have enough time for fun. أنا عندي وقت فراغ قليل، وبالتالي consequently معناها وبالتالي I don't have enough time أنا ما عنديش وقت كفاية للاستمتاع. ولكن informal style الأسلوب أو الأسلوب الكتابي غير الرسمي. we can use ممكن نستخدم ايه يا شباب instead of consequently دي يا شباب يعني وبالتالي. اللي معناها وبالتالي هنا but ولا as a result ولا however ولا so that. طبعا هتكون يا شباب so that هتكون sorry يا شباب هتكون as a result كنتيجة لذلك، مش so that. so that معناها لكي،
بتساوي in order to. تمام، يبقى consequently وبالتالي هتبقى as a result. بيجي بعدها نتيجة، يعني consequently بيجي قبلها سبب وبعدها النتيجة. تمام، زي as a result بيجي بعدها النتيجة برضو قبلها السبب. ولكن انا عندي وقت فراغ قليل، ده ايه سبب. طب نتيجته ايه؟ ان انا ما عنديش وقت اني استمتع كتير. تمام، ده النتيجة. رقم 9 بيقول لك هنا when mom is tired، عندما ماما تكون متعبة او مرهقة. I volunteer to do the cooking، انا بتطوع ان انا اعمل الشغل. تمام، كلمة volunteer هنا verb فعل ولا adverb ظرف ولا noun اسم ولا adjective صفة؟ طبعا هتكون I volunteer يعني أنا أتطوع، يبقى هنا هتبقى verb. تمام. sheep disorders أو sleep disorders are sometimes the result of problems. اضطرابات النوم تكون في بعض الأحيان نتيجة لمشاكل involved متضمنة أو متورط، تجيب معانا كتير، يتضمن أو يتورط أو مشترك فيه. positive إيجابي ولا psychological نفسي ولا coral مرجاني مشاكل مرجانية؟ طبعا هتكون مشاكل سايكولوجيكالية اللي هي مشاكل نفسية. بتفكر كتير، قلقان، خايف من حاجة، مش عارف الحاجات دي تمنع بتخلي الواحد يجيله sleep disorders اضطرابات في النوم. تمام، يبقى psychological problems مشاكل نفسية. اللي بعد كده بقول لك this is a service it's not free، إنها ليست مجانية. يبقى الخدمة دي مدفوعة يعني paid، مدفوع paid. voluntary تطوعي مش هتنفع. positive إيجابي مش هتنفع. negative سلبي مش هتنفع. تمام. in I can say that protecting biodiversity is very important. فاكرين الكلمة دي biodiversity التنوع البيولوجي. I can say يمكننا القول أن حماية التنوع البيولوجي is very important مهمة جدا. in conclusion في الختام ولا in conservation في الحماية ولا in preservation ولا expedition اللي هي بعثة استكشافية مش هتنفع. conservation و preservation دول بيساووا بعض يا شباب، الحفاظ على البيئة أو حماية البيئة مش هينفعوا. هتبقى in conclusion في الختام أو في نهاية الموضوع اللي أنا بتكلم فيه. 13 بيقول لك هنا she was dressed in black، هي كانت لابسة أسود which is a color for funeral. هي كانت لابسة أسود الذي يكون لون للجنازات. لون يا شباب؟ برايفت خاص ولا valuable قيم ولا suitable مناسب ولا visible مرئي؟ طبعا هتكون suitable color للجنازات اللي هو لون مناسب للجنازات وكذا. تمام. The of students in this class have joined the school trip. You can see only 3 students in the classroom. انت فقط يمكنك رؤية 3 أشخاص أو 3 طلاب في الفصل. يبقى يا شباب من الطلاب الفصل ده التحقوا أو اشتركوا في الرحلة المدرسية؟ contrast التناقض أو يتناقض. purpose غرض ولا community مجتمع ولا majority أغلبية؟ طبعا الأغلبية في الفصل ده اشتركوا فين؟ في الرحلة والتحقوا بيها. تمام. ولكن the God he has with important people help him a lot. الجود يا شباب؟ he has اللي هي عنده with important people مع الناس المهمين يعني بتساعده كتير. creatures مخلوقات ولا contacts اتصالات الجيدة اللي معاه يعني. costs التكاليف ولا pros الإيجابيات؟ طبعا هتكون الاتصالات اللي معاه أو العلاقات الجيدة مع ناس مهمين بتساعده كتير. eating too much leads to weight. eating too much الأكل الكثير يؤدي إلى الوزن. عايز أقول
زيادة في الوزن. having ولا gaining ولا fighting ولا recycling؟ طبعا هتكون gaining weight يعني زيادة في الوزن. finding a good job is the mean of going a language course أو joining a language course. ولكن هنا إيجاد وظيفة جيدة يكون إيه الرئيسي من التحاقه بكورس اللغات؟ contrast تناقض أو يتناقض. purpose غرض ولا community مجتمع ولا majority أغلبية؟ طبعا هتكون الغرض الرئيسي من إن هو خد الكورس بتاع اللغات ده أو التحق بكورس اللغات ده إن عشان يلاقي وظيفة كويسة. stress for a long time may affect health badly. الضغط لفترة طويلة ممكن يؤثر الصحة بشكل سيء. الصحة هي بقى well known مشهور ولا لوكال مع محلي ولا نيتيف أصلي ولا mental عقلي أو ذهني؟ طبعا الضغط الكبير ممكن يأثر بشكل سلبي جدا على الصحة العقلية خاصة على المدى البعيد. He told me about the pros and of the new plan. هو أخبرني عن الإيجابيات وإيه للخطة الجديدة. advantages الإيجابيات برضه ولا upsides اللي هي الإيجابيات برضه ولا cons السلبيات؟ طبعا هتكون الإيجابيات والcons pros and cons إيجابيات وسلبيات. تمام. رقم 21 بيقولك 20 بيقولك هنا I a lot of from my grandfather's experience. أنا إيه من الكثير من خبرة جدي. ها paid دفع ولا run ran اللي هو جرى ولا benefited استفاد ولا fought قاتل؟ طبعا benefited استفدت من benefited استفاد من benefited from استفيد من شيء ما. he was for the great efforts he has exerted. he has أو he was هو كان for the great efforts للجهود العظيمة اللي هو بذلها. هو حصل له ايه؟ inspired ألهم ولا ensured أكد ولا rewarded كوفئ ولا فزد واجه؟ طبعا هتكون يعني هو كوفئ بسبب أو للجهود العظيمة التي بذلها. تمام. هنا جملة مبني للمجهول. تمام كده. اللي بعد كده بيقولك the museum contains very antiquities. antiquities دي اللي هي الانتيكات او التماثيل او الحاجات القديمة الاثرية وكده. يبقى المتحف يا شباب بيحتوي على ايه يا شباب؟ specific محدد ولا valuable قيمة او ذات قيمة؟ suitable مناسب ولا visible مرئي؟ طبعا هتكون valuable antiquities او antiquities اللي هي التحف الايه اللي هي المصطلح محمد التحف القيمة. سما doesn't like reading. سما مش بتحب الريدنج اللي هي سما كده. in رودينا is a bookworm. bookworm ده مصطلح معناه اللي هو يعني زي دودة الكتاب او اللي هي قارئة نهمة. تقول لحد ده قارئ نهم قول he is a bookworm قارئ نهم. in contrast ولا purpose ولا community ولا majority؟ ها رقم 23 تبقى in contrast. يعني ايه contrast؟ زي ما قلنا من شوية اللي هي التناقض او على النقيض. in contrast يعني على النقيض. ردينا بتحب القراءة جدا. intelligent people make use of. الناس الأذكياء يحسنوا استغلال offered to them. الايه اللي بتعرض قدامهم او اللي بيظهروا قدامهم؟ generations الأجيال ولا variety التنوع ولا creatures المخلوقات ولا opportunities الفرص؟ طبعا بينتهزوا الفرص اللي ايه بتيجي أمامهم. the government plans to a new factory to recycle waste from the city. الحكومة تخطط لمصنع جديد to recycle waste لإعادة تدوير القمامة من المدينة. خططت اللي هي تعمل يا شباب pay تدفع ولا run تشغل ولا benefit
تستفيد ولا fight تقاتل؟ طبعا يا شباب هتكون تشغل أو تدير أو تنشئ مصنع جديد. تمام. آخر 3 جمل بيقولك هنا your success has us all. You have showed us that nothing is impossible. أنت أظهرت لنا أن لا يوجد شيء مستحيل. يبقى السكسس بتاعك ده كان إيه يا شباب؟ inspired ألهم، ولا recycled إعادة تدوير، ولا awarded كوفئ، ولا faced واجهة. طبعا تبقى inspired us. your success has inspired us. نجاحك ألهمنا جميعا. inspire يعني يلهم. inspire يعني يلهم، جاي من كلمة inspiration إلهام. تمام. that teachers must have a better position in society. المدرسين يجب أن يكون لهم مكانة أفضل في المجتمع. contrast تناقض، ولا purpose غرض، ولا community المجتمع، ولا majority اللي هو الأغلبية. طبعا هتكون community بمعنى مجتمع المدرسين أو فئة المدرسين يجب أن تحظى ب مكانة أفضل في المجتمع. تمام. during daytime أثناء daytime أثناء وقت النهار. the sun makes the stars not to us. الشمس تجعل النجوم إيه لينا. specific محدد، ولا valuable valuable قيم أو ذو قيمة. suitable مناسب، ولا visible. طبعا هو قالك هنا not visible يعني غير مرئية، يبقى هتبقى visible يا شباب. يبقى not visible غير مرئية. الشمس تجعل النجوم غير مرئية لنا. تمام. دول كانوا 28 جملة بتوع الكلمات الرئيسية. عندنا هنا بقى ال prepositions وال collocations والحاجات دي نقراهم مع بعض بسرعة وبعدين نحل. ما شاء الله ده عندنا ده صفحة. والsynonyms والantonyms. عندنا هنا المصطلحات وحروف الجر. والصفحة دي بتبقى مهمة جدا يا شباب. الفروقات دي تبقى في غاية الأهمية. وبعدين ايه نحل على طول. تمام. نشوف كده مع بعض. بيقولك هنا أول حاجة لازم يا شباب المربعات دي تعرفها لأنها بتبقى مهمة جدا. achieve، وفي الغالب هتلاقيها بتتكرر، يعني في الغالب هتلاقيها بتتكرر. achieve يحقق هدفا محددا. achieve a specific goal يجلب منافع. bring benefits يسبب مشكلات. cause problems يغطي تكاليف. cover the costs ينمي مهارات مفيدة اللي هي develop useful skills. develop useful skills ينمي خبرة قيمة اللي هي develop valuable experience. يكتسب خبرة قيمة اللي هي gain valuable experience. gain valuable experience. يعطي الفرصة give the opportunity. و give a reason يعطي سبب ليه. وعندي give the result يعطي النتيجة. تمام. عندي يذهب للغوص go diving لديه مشكلات have problem. يقيم علاقات make useful contacts. make useful contacts يضع قواعد. make a rule أو يضع قاعدة make a rule. يتيح لي offer opportunity يتيح لي شخص ما طبعا فرص معينة. يثبت أنه مفيد للغاية prove extremely useful. prove extremely useful يمنح الفرصة اللي هي provide the opportunity. provide the opportunity يكافئ المتطوعين. reward volunteers. reward volunteers يتبادل الأدوار. take turns المترادفات في غاية الأهمية. arise from طبعا خدناها وعارفين اللي هي بتساوي ايه. خدنا اللي هي بتساوي come from وبرضه come up و arise up of. arise up of بالتالي consequently مهمة جدا يا شباب. consequently بتساوي so و that's why as a result. pros مميزات أو مزايا بتساوي advantages وبتساوي كمان merits و upsides.
تمام. volunteer أو voluntary بتساوي unpaid غير مدفوع أو تطوعي. for free مجاني free of charge. free of charge يعني برضو مجاني أو تطوعي أو بدون مال. arise from ينتج من أو ينشأ من بتساوي يؤدي إلى lead أو عكسها lead to و result in ينتج عنه. majority الأغلبية عكسها طبعا minority الأقلية. مميزات أو مزايا pros. عيوب اللي هي cons disadvantages و demerits أو demerits. downsides ده هم هتلاقيهم عكس اللي احنا قرأناهم هنا بالظبط. تمام. تطوعي قلنا اللي هو voluntary، وطبعا مدفوع اللي هو ايه يا شباب paid. مدفوع اللي هو paid. تمام. ننزل نحل على طول في الجمل بتاعتنا، هتبقى سهلة وبسيطة ان شاء الله. دي كانت اهم الحاجات. برضو اقرأ الصفحتين اللي كانوا بعد كده. ولكن several health problems arise from obesity. العديد من المشاكل الصحية تنتج عن obesity اللي هي السمنة أو السمنة. Which of the following choices is antonymous with arise from؟ ايه من اللي تحت يا شباب عكس كلمة arise from؟ arise from ينشأ من، تمام، يبقى عكسها result on أو result in ينتج عن أو يؤدي إلى. result in ينتج عن أو يؤدي إلى. تمام. هي يؤدي إلى مش ينتج عن. تمام كده. charities طبعا بعتذر عشان بس انا تعبان شويه يا شباب. charities need young people to do voluntary work. الجمعيات الخيريه تحتاج الى اناس يقومون بعمل تطوعي. the word voluntary كلمه voluntary هنا يا شباب context can be replaced by ممكن نستبدلها بايه يا شباب؟ معناها ايه voluntary؟ تطوعي يعني غير فلوس. paid بفلوس او مدفوع مش هتنفع. unpaid مجاني ماشي. free of charge مجاني برضو يبقى بي وسي الاتنين ينفعوا مفيش اي مشكلة. رقم 3 بيقولك هنا as a conjunction consequently كرابط. كلمة consequently دي يا شباب ممكن استبدلها بايه؟ consequently يعني هو بالتالي، وبالتالي ممكن استبدلها لسه حلينها دلوقتي as a result. as a result because و as و thanks to كلهم معناهم بسبب، ومعاهم sense كمان، ومعاهم due to و owing to. تمام كده كلهم معناهم بسبب. هتاخد الكلام ده السجل ان شاء الله. he has many reasons he has left his job. هو لديه ايه العديد من الاسباب. طالما في هنا جملة يا شباب يبقى بعد reason باخد why. ممكن تيجي reason of reason for بس يجي بعدها اسم مش جملة كاملة. تمام. يبقى reason for بيجي بعدها اسم، انما reason why بيجي بعدها جملة. تمام. pollution leads اكيد to المصدر على طول يؤدي الى lead to have health problem يؤدي الى الاصابة بالمشاكل سوري يا شباب. lead to دي من الكلمات اللي بيجي بعدها to الverb plus ing، او من الكلمات البسيطة اللي بيجي بعدها to الverb plus ing. تمام. زي object to، زي look forward to، وزي contribute to. في كلمات كتير بيجي بعدها to verb plus ing lead to واحدة منهم. تمام. lead to having. التلوث يؤدي إلى مشاكل صحية. the manager doesn't like me. الرئيس أو المدير لا يحبني. he will accept any opinion. he will accept any opinion هو سوف يتقبل أي رأي. mine rather than ولا other than ولا thanks to ولا as well as. as well as بالإضافة إلى مش هتنفع. thanks to بسبب مش هتنفع. other than هو بقولك هنا هيتقبل أي رأي خلاف رأيي. تمام. other than. تمام كده تبقى هنا other than بخلاف رأيي. تمام. أو معاكس أو ضد رأيي. تعالوا كده نشوف الاتنين دول نراجع عليهم. عندي other than وعندي rather than. other than بتساوي apart from اللي هي زي ما قلت لك بخلاف. تمام. او هيتقبل اي رأي غير رأيي زي المثال ده.
There are so many sources of protein other than meat. يوجد هناك المصادر أخرى من البروتين بخلاف اللحم. إنما rather than بتساوي instead of، بدلا من. I will go to bed early rather than watch this boring film. أنا هروح أنام بدري بدلا من مشاهدة هذا الفيلم الممل. يبقى خلاف من other than rather than بدلا من زي ما قلنا. اللي بعد كده بيقول لك هنا the problems I at present stop me from helping you. المشكلة عايز اقول اللي انا بواجهها او اللي عندي منعتني من مساعدتك. face ولا cause ولا have ولا اي وسي. طبعا يا شباب هي هتبقى مشكلة I have اللي عندي، او المشكلة I face اللي بواجهها، يبقى A و C هينفعوا، مفيش اي مشكلة. pollution all these health problem. التلوث كل هذه المشاكل الصحية. faces يواجه ولا causes يسبب ولا have لديه ولا stays يبقى. طبعا هتكون causes يسبب كل المشاكل الصحية. volunteering the opportunity for volunteers to find out the if working in a certain area would be enjoyable and suitable. volunteering العمل التطوعي the opportunity for volunteers بيمنح الفرصة للمتطوعين to find out لاستكشاف أو لمعرفة if working in certain area هل العمل في منطقة معينة would be enjoyable سيكون ممتع ومناسب. have fights ولا goes ولا provides ولا give. اولا volunteering مفرد، تعامل معاملة المفرد، يبقى مش هتاخد give، تمام، لان لازم يكون فيها الاس بتاع المضارع البسيط. واكيد مش هتبقى volunteering التطوع او العمل التطوعي مش هيكافح ولا هيذهب، هي هتكون يا شباب provides بيوفر فرص للمتطوعين ان هم يستكشفوا المناطق يشوفوها يعني enjoyable suitable ولا لا. تمام. when I was in شرم، لما كنت في شرم الشيخ I diving، طبعا diving بيجي معاها go يبقى went diving على طول. I think that your monthly income well the cost of living in new city أعتقد إن دخلك الشهري تكاليف العيش في مدن جديدة gain ولا keep ولا make ولا cover. أنا عايز أقول هيغطي تكاليف العيش يبقى cover. رقم 11 يا شباب هتبقى إيه cover. ولكن the leader of the group them on rides through the countryside. the leader of the group اللي هو قائد الفريق them on rides through the countryside. عايز اقول حثهم على الركوب اثناء التجول في الكونتري اللي هو الريف يا شباب، او اللي هي الريف. ايوه country side اللي هو الريف. يبقى took them on rides اللي هما يركبوا اشياء معينة. تعالوا كده نشوف take on rides موجودة هنا ولا ايه. اكيد هتلاقيها موجودة هنا. يأخذ في جولات. تمام كده took on rides أو في جولات في الريف. تمام كده. while I was talking to the English tourist، بينما أنا كنت ذاهب أو was walking to كنت أسير إلى السائح الإنجليزي، كنت رايح يعني أكلمه كده. I to know that his father is Egyptian. أنا عرفت إن إن بابا كان مصري. تمام. I got to know أو did ولا had ولا ought. طبعا هتبقى I got to know يعني أنا فهمت إن بابا أو عرفت إن بابا إيه مدرس أو مدرس إيه
بابا مصري، تمام كده. فين got؟ يعرف بالصدفة. get to know، get to know، اعرف اللي بيجي في الأسئلة دي، الجمل دي تعرفها، أو الكلمات دي اللي احنا بنشوفها دي تعرفها. تمام كده يا شباب، عرفنا دي وعرفنا كمان دي اعرفها برضو. تمام، طالما جات لك كده يبقى اعرف اللي هي محط سؤال. تمام، نشوف رقم 14 مع بعض. يقول لك هنا he is a volunteer، volunteering طبعا تبقى volunteer متطوع، voluntary تطوعي صفة، volunteering التطوع مش هتنفع صفة برضو، volunteer تطوع ماضي مش هتنفع. تمام. يبقى تبقى رقم 14 volunteer. 15 بيقول لك هنا this charity depends on، هذه الجمعية الخيرية تعتمد على it doesn't pay the people who work there، لا تدفع مال للناس العاملين هناك. يبقى بتعتمد على الايه؟ volunteer المتطوع، voluntary تطوعي، volunteering التطوع او المنح يعني، volunteered تطوع طبعا هتكون volunteering هتكون التطوع. تمام، او التبرع يعني التبرعات. تعال نشوف كده معناها volunteering او العمل التطوعي او التطوع او التبرع يعني. نشوف اللي بعد كده يا شباب، رقم 15 او 16. this charity depends on work. طبعا جاب لك work، عايز اقول العمل التطوعي يبقى عاوز voluntary work. هي نفس الجملة اللي فوق على بالظبط، يعني الناس اللي بيشتغلوا فيها ما بياخدوش اي فلوس. she to look after the baby، عايز اقول هي تطوعت للاعتناء بالبيبي، يبقى volunteer مش هتنفع volunteer، volunteered. ليه مش هتنفع volunteer؟ لان لو volunteer كان يجيب لك هنا اس مثلا، انما هنا volunteered في الماضي عادي، لو في اس كانت تنفع مفيش اي مشكلة. تمام، اللي بعد كده I will join a charity أو charity، أنا سوف أنضم إلى جمعية خيرية waste my time، عايز أقول بدلا من تضييع وقتي وأنا بلعب ألعاب كمبيوتر، يبقى rather than بدلا من زي ما قلنا دلوقتي rather than he was the Nobel Prize، عايز أقول منح جائزة نوبل، تبقى إيه يا شباب؟ awarded. تمام، طب ايه الفرق بقى؟ rewarded دي كافئة، مكافأة ودية كده، مش مسابقة وحاجات من دي، مش حاجة رسمية يعني. reward مكافأة ودية، تمام. award مكافأة رسمية أو جائزة رسمية، تمام، فمش هتنفع. طب ليه خدناها بالاي دي؟ عشان هنا تبقى مبني المجهول. he was awarded منح، تمام، جائزة نوبل. دي كانت أسئلة وكلمات الدرس التالت والرابع كاملة بحروف الجر بالسينونيمز والأنتونيمز بكل حاجة. إن شاء الله المرة الجاية هنحل على الجرامر، اللي هو كان عندنا ايه يا شباب؟ كان عندنا الجرامر هنا used to، كان درس سهل وجميل. عندنا تقريبا اللهم صل على النبي، عندنا شوية جمل عسل كده، تقريبا 42 جملة على الدرس ده، وبعدين على طول نخش على grammatical hints. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.